موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار ريال مدريد ونادي ليفربول اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. ريال مدريد دخل الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وهو في قمة الفورمة بعد ما اكتسح فالنسيا برباعية نظيفة في الليجا. مبابي بدأ المهرجان من ركلة جزاء في الدقيقة 19 ورجع بعدها وسجل الثاني بطريقة خرافية في الدقيقة 31، وقبل نهاية الشوط الأول بلينجهام بيسجل الثالث. في الدقيقة 82 ختمها كاريراس بالهدف الرابع. الفوز ده عزز صدارة ريال مدريد للدوري الأسباني برصيد 30 نقطة. في الناحية الثانية ليفربول رجع بثقة بعد فوز مريح على أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي. الهدف الأول كان بإمضاء الملك المصري محمد صلاح في الدقيقة 46 بعد غلطة قاتلة من حارس أستون فيلا مارتينيز، وبعدها تيجي الدقيقة 58 عشان يسجل جرافنبرغ الهدف الثاني. الفوز ده رفع رصيد الريدز ل 18 نقطة في المركز الثالث على بعد 7 نقاط من أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي. أما في دوري أبطال أوروبا فريال مدريد في المركز الخامس ب9 نقاط من 3 مباريات، متساوي مع باريس سان جيرمان المتصدر، ولكن يوجد فارق أهداف. أما ليفربول ففي المركز العاشر ب6 نقاط من فوزين وهزيمة واحدة أمام جلاتا سراي. جمهور ريال مدريد بيقول على مبابي اللي عايش فترة خرافية مع ريال مدريد إنه يكون سبب في الفوز في المباراة، خاصة المباراة صعبة لأنها على ملعب أنفيلد. أما جمهور ليفربول فحاطط كل أماله على محمد صلاح اللي دايما بيظهر في المواعيد الكبيرة. أما عن موعد المباراة فالمباراة هتكون يوم الثلاثاء 4 نوفمبر على ملعب أنفيلد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية. كده وصلنا للنهاية. لو أنت مهتم بأخبار نادي ليفربول وريال مدريد اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.